أهلا بيكم. أنا رحاب عبد الوهاب ودي قناتي. أتمنى إن كل وصفاتي تعجبكم. طاجن الرز المعمر المصري الأصلي هو طبق تقليدي وسهل وبسيط جدا، ومن الأطباق المصرية المحبوبة عند كل الناس. طريقة تحضيره مفيش أسهل ولا أبسط منها، وكمان مكوناته بسيطة جدا، ولكن الأهم من المكونات هي طريقة التسوية علشان يطلع معانا مظبوط ومستوي من فوق ومن تحت وكمان من النص، وفي نفس الوقت كمان يكون مفلفل ومش معجن خالص. كل ده هتعرفوه أثناء الفيديو. جربوه على طريقتي وإن شاء الله يعجبكم جدا، بس هستنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. من أحسن الأواني اللي احنا نحضر فيها طاجن الرز المعمر هي الطواجن الفخار، بتديله طعم حلو جدا. مهم كمان إن احنا نستخدم طاجن الحجم بتاعه أو المقاس بتاعه مناسب جدا لكمية المكونات اللي احنا هنستخدمها. أنا هستخدم طاجن فخار مقاس 26، هحط فيه معلقة كبيرة من السمنة البلدي، ونقدر نستبدل السمنة البلدي بمعلقة كبيرة من الزبدة أو أي نوع من أنواع السمنة المتوفرة عندنا في البيت. أهم حاجة بقى إن احنا ندهنه كويس جدا من تحت وكمان من الجوانب علشان نتجنب إن الرز يلزق في الطاجن. كده خلاص الطاجن معانا بقى جاهز. على طول هحط فيه 3 كوبايات كبار من الرز المصري المغسول كويس جدا جدا ومتصفي، انا ما كنتش نقعاه. مهم كمان ان احنا نستخدم رز النوع كويس قوي، لان انواع الرز كتيره وبتختلف من واحد للتاني. هحط بقى كده كل كميه الرز وبعد كده اوزعها كويس جدا في الطاجن. هرجع اضيف عليه معلقتين كبار من الزيت. ما تقلقوش من الزيت، مش هيغير طعمه خالص، ولكن هيخليه بيلمع ومفلفل جدا. هرجع اضيف عليه تلت كوبايه من الزبده السائله، ونقدر نستبدل الزبده بالسمنه زي ما انتوا عاوزين. هضيف كمان معلقه كبيره من الملح، تقدروا تزودوا زي ما انتوا عاوزين، مع معلقه كبيره من السكر. طعم السكر مش هيبان خالص، ولكن السكر هيعادل الطعم جدا. هضيف دلوقتي 4 كوبايات كبار من الحليب الساخن جدا. انا هستخدم حليب بلدي، حليب كامل الدسم، علشان يدينا طعم وريحه حلوه جدا للطاجن. هضيف كمان نص كوباية من المية. ما تقلقوش، مش هتغير من قوام الرز خالص، ولكن هتخلي الرز معانا مفلفل جدا. هقلب بقى كده كويس جدا علشان كل المكونات الحلوة دي تمتزج مع بعض كويس قوي، وكمان علشان الملح والسكر يتوزع كويس جدا، ما يكونش في حتة مملحة وحتة لأ. كده كويس جدا. دلوقتي معايا كوبايتين كبار من الزبادي، زبادي بلدي، زبادي كامل الدسم. هقلبها كده كويس قوي مع بعضها بالهاند ويسك علشان نحصل على قوام كريمي وناعم زي ما انتوا شايفين كده للزبادي. اخد بقى الزبادي واوزعها كده على وش الطاجن. طبعا الزبادي بتدي طراوه حلوه جدا لطاجن الرز المعمر، وكمان بتخلي الوش بتاعه طري وحلو قوي. هغطي بقى الطاجن بورق البلاستيك، او ممكن بغطا قد الطاجن او حتى بصينيه، مفيش اي مشكله خالص. وهنسيبه بقى كده منقوع لمده ساعه كامله علشان خاطر يشرب من كل الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها ديت. بعد ساعه هشيل بقى كده الورق من عليه. ودلوقتي معايا كوبايه كبيره من قشطه وش اللبن، نفس النوع اللبن البلدي كامل الدسم اللي احنا استخدمناه. هناخد القشطه بتاعته. القشطه البلدي احلى بكتير من القشطه المعلبه او القشطه الجاهزه، ولكن لو مش متوفر عندكم قشطه بلدي مفيش اي مشكله خالص، تقدروا تستخدموا اي نوع من انواع القشطه. القشطه كمان بتدي وش حلو جدا لطاجن الرز المعمر، وطعم كمان حلو قوي. هوزعها كده على وش الطاجن من فوق، وهاخد الطاجن احطه في صينيه تانية اكبر علشان وارد جدا اللبن يفور في الفرن. وكده خلاص كل حاجة بقت جاهزة. نيجي بقى للخطوة المهمة جدا، وهي طريقة التسوية. الفرن شغال من قبل على درجة حرارة متوسطة. هناخد بقى الطاجن ونحطه في الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهيقعد كده في الفرن حوالي ساعة أو ساعة وربع لحد ما يغلي ويتشرب. كل دوت على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط. بعد ما يتشرب معانا وما يكونش فيه أي سوائل خالص، هنهدي النار خالص لحد ما يستوي معانا تماما، يعني هنعامله معاملة الرز اللي احنا بنسويه على النار من فوق. كده خلاص الرز معايا استوى واتشرب من كل السوائل زي ما انتوا شايفين كده، مظبوط جدا. هاخده بقى على طول واحطه تحت الشوايه لمده دقيقتين بس، لحد كده ما الوش ياخد لون معايا. انا ما غيبتهوش بصراحه، لان هو اخد لون حلو جدا اثناء التسويه في الفرن. بصراحه مش قادره اوصف لكم الريحه بتاعته كانت جميله قد ايه. فعلا ريحه في منتهى الجمال. بصوا بقى الشكل بتاعه كمان جميل ازاي، الوش بتاعه في منتهى الجمال. كل الحاجات اللي احنا حطيناها فيه عطياله ريحه وطعم يجنن. نحضر بقى الطبق بتاعنا.
شوفوا بقى المعلقة بتدخل بمنتهى السهولة إزاي. الرز مش معجن معانا وفي نفس الوقت مفلفل وحلو جدا. مفيش ولا رزاية لازقة في الطاجن من تحت، لأن طريقة التسوية مظبوطة جدا جدا. الوش كمان بتاعه طري وحلو قوي. حقيقي من أحلى المرات اللي هتحضروا فيها طاجن الرز المعمر هي الطريقة دي. جربوه بس وأنا واثقة إن هو هيعجبكم جدا جدا. وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. أنا مستنية رأيكم فيها وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا وباي باي.